موضوعنا الليله عن منصه التيك توك. نقول لك عمر المصري ولا عمر السوداني؟ مصر والسودان واحد، ما هتفرق. حبيبي حبيبي يا اخي الله يعزك يا حبيبي. رايك شنو في منصه التيك توك؟ والناس بقت تستغلها استغلال سيء، يعني اي اتنين عندهم مشاكل مع بعض بيطلعوا يحلوها في لايف في التيك توك. ده ما صح بامانه، اللي بيستغل نقطه زي دي. يعني شوف، انا اوريك حاجه. انا كان معي مشكله قريب، يمكن ناس كتير سمعت بها وما مع داير كالوت. اذكر. يا ما كنت داير اذكر اسمه والله عشان ما عارف. يشتهر زي. آه. صراحه ما اكذب عليك يعني. الزول ده يعني انت لو عينت المحتواه وكده، في شفع يعني 90% قاعدين يتابعوه شفع، ما ناس واعيين. فهمت كيف؟ انت ده الجيل الطالع، انت الجيل الطالع ده بيتعلموا انه هو يناقض بعضه، بتردم البنات بتردم الاولاد، ما عارف شنو. بتطلع العيال عندهم عقد نفسيه. يعني هسي انت شفع صغيرين قاعدين يتابعوك، هتخليهم ذاتهم ينتقدوا بعض. محتوى فاشل. انت بتطلع فوق الناس، هاي انه انت تردم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحاجه دي. ديننا ما بيقول كده انه انت تردم زول عشان تطلع على حس زول، وانه انت تتظارف يعني دار يشتهر، بالظبط كده. ولما نعمل معاك مشكله دار يشتهر. داير يشتهر بالجد يعني، انت فاهم؟ بس الناس تكون حقيقيه يعني، ما كده. طيب رايك شنو في اغلبيه الشباب خلوا شغلهم وخلوا تفاصيلهم كلها بقوا معتمدين على الداعمين وعلى التيك توك؟ والله هو ربنا اللي يعلم بظروف الناس. في ناس بتستغل الحاجه دي، وفي ناس بجد محتاجه الحاجه دي، سواء مصري او سوداني. هسه ما دخلها الجنسيات. دي مجرد اشخاص. يعني احنا يوم القيامه ان شاء الله نتحاسب بشنو؟ انه انت مسلم وانا مسلم. طيب ما منصتك دي بنسيبك. ممكن بعد انت تموت تبقى لك سيئات ماشيه او حسنات ماشيه، انت تختار. دي على حسب المحتوى طبعا، وعلى حسب الحاجه اللي انت بتقدمها بتفيد الناس ولا ما بتفيد الناس. طيب انت شايف حتى الاحكام وحتى التفاصيل دي يعني حاجات فارغه وحاجات تافهه؟ شوف، اول حاجه الاحكام اللي انا قاعد اشوفها والحاجات اللي بتتخطى في الوش والما عارف البصل اللي بيتاكل، الحاجات دي كلها ما صح. يعني هو ربنا مدينا خلقته من عنده سبحانه وتعالى، ما عشان نخربها بالطريقه دي، وانا خدت لي كريم وخدت لي معجون وما عارف خلطه فوزيه والحاجات اللي قاعدين كلام يعملوها. فاضي. انت فاهم؟ حاجات ما كويسه صراحه بجد عشان القروش. لا لا لا، انا ربنا مديني الرزق، فهمت كيف؟ وكاتب الرزق داير لنا السعي. الرزق جاي باي طريقه. انت ما تستعجل عليه، وزع عليه. ما ما تستعجل تنام عليه. في سريرك. بالظبط كده. انت لو نزلت برضه اشتغلت نفس شغلك اي زول عنده شغل، لو نزلت اشتغلت نفس شغلك ربنا هيكرمك وهيديك العافيه وهيرزقك وهيرسل لك رزقك. غير لما انت تستعجل عليه. ومش انت بتستعجل على رزق بس، انت كمان بتفقد كرامتك. كرامتك بتكون في الوطا. دي حاجه طيب ما كويسه. رساله للداعمين. والله الداعمين على حسب يا اخي. في خرفان اكذب عليك. وفي ناس حقيقيين بيدعموا لساي بس لله يعني، طيب فهمت؟ وقروش دي ما ولا ما ناس ثانيين؟ اكيد طبعا. خصوصا انا اقول عندنا لك، حرب. اختصر لك شغله الداعمين دي، ما في زول بيقولها لك والله. قولوا انا لي. اقول لك شيء. انا كداعم، إيه اللي يخليني اخذ $1,000,000 مثلا في حساب التيك توك؟ الداعمين بيشحنوا بالمبالغ دي، تمام؟ انا لو زول ما عندي شخصيه في الحقيقه، انت فاهم؟ انا عارف بعض من الداعمين تاني بيشموني. انا لو زول عندي قيمه في الحياه، فهمت؟ ما همشي اعمل لي في منصه وهميه قيمه. ايوه فهمت؟ صح. بقروشي. صح. هاي قروشها كويس شيء، ما انت تستفيد منها وناس بيتك يستفيدوا منها، والشغله كلها تداول في تداول عشان تكون عارف يعني. فما هتفرق له $10,000 20 100 200 مليون. على انه يكون معروف ويعلي سعرينته ويشتهر. ما انا بقول لكم اصلا شغله الداعمين ده تداول. التداول ده اسهل طريقه هسه يوم الليله قاعد تجيب منها قروش. ايوه. عشان تبقى داعم، تبقى مشهور معروف، عندك قيمه في منصه التيك توك او في السوشيال ميديا، تشتغل تداول بس يا معلم. طيب انت هسي قريب من المجتمع السوداني شديده، انا شايف اغلبيه اصحابك وحتى تفاصيلك كلها سودانيه. رايك شنو في الجنس الثالث الظهر في تيك توك ولايفات والفاظ وقطع بيك الزلط؟ السبب شنو؟ يلا انا اوريك. دي طبعا في مصر بنتجنبها نهائي، لانه دي اسمها الفئه الفرديه. الناس المريضه، حتى انت كمستمع بتستمع لهم، انت زول مريض، انت قاعد تسمع بزول بيسبسب وقاعد بينبز وقاعد الفاظ. الفاظ ما كويسه. يعني انت ترضاها لولدك انه يطلع يقول نفس الالفاظ اللي قاعدين يقولوها في اللايفات او في الفيديوهات او الردم او الطريقه دي؟ انا بلقى كميه ناس بتحضر ما طبيعيه. صح. ده ما صح. يعني احنا هنا صراحه بنتجنبها. بتلقى الفئه دي فئه فرديه المجتمع بعينها المصري. كده، بالظبط كده بنتجنبها. اقسم بالله العظيم انه دي فئه فرديه. عندنا في السودان بيسمعوا له بيشهروه. ليه؟ لانه الناس بتحب الشمارات. طب ابسطها لك. أي. انا هسي الليله سوداني، ودي احسن حاجه في الشعب السوداني، انه انا الليله السوداني لقيت حاجه ثمنها 20 جنيه، بره بتتباع ب 100 جنيه. انا بوري الناس كلها يا محمد كيفك؟ تمام الحمد لله، انا لقيت الحاجه دي والله بتتباع عند الشخص الفلاني ب 20 جنيه. يعني ما بدس الخير. فنفس نفس الفئه الفرديه دي برضو هتلقى انهم بيشاركوا حاجه اسمها شمار. تعال الحق في تحديقه في شمار، ما عارف شنو في شكله.